الكنافة على الحطب وسمنة بلدي. دليل سياحي سوبر صراحة. شفتي حدود سوريا؟ اوكي هلا اليوم نحن مع مين؟ مع مين؟ يا هلا والله. سهلا، نورتوا الاردن. يا بوجودكم والله. هيك توصلوا عمان وما بتخبرونا. والله نيجي هيك ناخذكم بمطار الامارات مش بمطار الاردن. يخلينا اياك يا رب. عندنا جداول والله جداول هلا كنا بنعرف اليوم انه الونا جاية. حامل 3 شهور صار لك صح؟ Yes. اوكي. ولا بتبعت لي بتقولي شو رايك نروح على وادي شو اسمه؟ الموجب. وادي موجب. انا قلت يلا ان تمام. تذكرت انه هي حامل كيف يعني. اوكي قلت يمكن انه بسيط هايكينج هيك. فتحت فيديو على اليوتيوب ناس بيتزحلطوا من صخره بيوقعوا بابصر وين، عم يمشوا عكس الماي، عم يتسلقوا. قلت هي كيف بدها تعملها؟ حبال وما بعرف شو. بس والله فن. هي فن. انا ما يعني هي فن بس you're pregnant babe. ريلاكس يعني شوي تشل يعني الشهر الخامس بسمح لك. ثالث رابع يعني ثانك يو. وصلنا على السلط. رح نقعد في هذا المطعم. هيكو هيك الفيو. اجينا على الغروب. كثير حلو المكان. الله شو احلى ولا غلطة. ياي. والله فكرته نجوم. ام لايك ليش في نجوم فوقي عم تطلع الاضويه. يمكن في منكم يضحكوا علي بس انا هي القعده بالنسبه لإلي احلى مشوار بالعالم يلي هي القعده مع هذا الفيو. اشتهيت غيث. الفيو عن جد بجنن. كثير حلو. ناكل كنافه على الفحم مع سمنة بلدية. اوف مع سمنه بلديه. يا مجربها هي مو مجربتها قبل. واو الجو يا جماعه كثير حلو. لا جد سو نايس. برد حلو برد والله لانه هون تمام. لا انه اوكي بس يعني برد في برد صح. اوكي صار وقت دوق. طلعت يا جماعه مو على الفحم. يا زلمه عم يعمل اشاعات على الحطب. الكنافه على الحطب وسمنه بلدي. دليل سياحي سوبر صراحه. شفتي حدود سوريا؟ رح دوق. ما اطيبها. كثير طيبة. صحتين. وانا بقول ليش الكل انه لازم تاكلي كنافه. لازم تاكلي كنافه. اكلنا. نورتي السلط، اهلا وسهلا فيكم. بوجودكم. الله يسلمكم. والله مشوار كان احلى مشوار والله من العمر. عن جد من العمر. يلا باي باي. صباح الخير، كيفكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله بخير. اليوم اخر يوم بس مش بامريكا، اليوم اخر يوم بالاوتيل ورايحين على مكان ثاني، واعتقد انتم بتعرفوا وين انا رايح هلا. صار لي 3 ايام بالبلد بس ما قدرت اروح شوفهم، فاليوم رايح لعندهم. اول يوم شفته لانس بس لسه اليوم رايح عند انس وصاله. رايح كمان نقعد عندهم تقريبا شي يومين او 3. اليوم هذا التاريخ، والله بطلت استوعب التاريخ. اليوم 11 ولا 12 18 17 19 22 اليوم. شو ليه عم تضحك؟ المهم حنقعد عندهم تقريبا شي يومين 3 وبعدين برجع. فحصور لكم شو عم بصير. عم بستنى نشيط يصحى. نشيط بضل نايم يفضع عينه شو بينام. او انا يمكن عندي جت لاج وفايق بكير زياده. حاضر ماشي، تصبحوا على خير. انا عندي الساعه 11. هلا صار وقت نروح طريق. طبعا نحن اجينا كل واحد شنطه. اجينا كل واحد شنطه نشيط يعني. مو كثير، 18. ايه ما بينمزح معه. 18 اخذ ديزني كله. اسمع، حاط والت ديزني جوا. وانا اخذت محل ساره. ايه حتى اخذت طريقتها بالشوبينج. ايه طريقتها حسيت، انا بالباكينج، حسيت طريقتها بكل شيء عشان ما تحس انك انت توحشت. بس ناقص استخدم بطاقتي. كان هاي في اوبشن. ما قال لي ما قلت لي عليه. المهم هاي حلوه، حبيت. رجع الكرسي ظهرك لورا. بعد. ايه رجع كمان شوي. شايف لا مش هاي. الظهر ايوه بس خلص. قدم لقدام. يا سلام عليك، احلى ستاند نشيط. بس والله يا جماعه. لا والله ما في شيء. المهم طريق قد ايه بدنا؟ ساعه وشوي. بدنا يا جماعه ساعه وربع. اذا ساعه الله وثلث. راد يعني ان شاء الله. ساعه وثلث.
يا سلام. يلا بسيطة، نتحمل ما مشكلة. يا جماعة في شخص سألني أو في بنت سألتني سؤال، تمام؟ بدي أعرف أجاوبتكم وكمان أنا بجاوب. تمام؟ بحكي معاكم أنتم مش مع الناس. ها؟ معنا أوكي. نحن. إيه معكم. شو في؟ أوكي. شنو السؤال؟ السؤال هو إذا حدا بده يقرر شيء كثير صعب وخايف من ردة فعل أهله إنه ما يوافقوا، ومن إن هو ما بينجح، إنه خايف إنه أهله ما يوافقوا وهو ما ينجح يعمل هذا الشيء المرتبط بالمستقبل، شو يعمل أو شو تعمل؟ هاي شو بتنصحوها؟ امس قالتها مايلي سايرس، قالت اكثر شيء يخوف في الحياه انك انت ما تحاول. صح. والله امبارح تحاول. لما كنا قاعدين بديزني كمان مايلي سايرس بتعرفوها، هانا مونتانا كمان حكت نفس الشيء، حكت انه اكثر شيء اللي بخليك ما تنجح انك انت ما واللي تحاول. بخوف انك انت ما تحاول، انك انت ما تجرب. الفرق بينك وبين الناجح ان الناجح خايف بس قاعد يجرب. ايوه، الاثنين بخافوا بس الناجح خايف. والله كلام جميل يا نشيط. انا رايي استخدم عنصر المباغته والمفاجاه، خوذ الكل واعمل اللي بدك اياه مره واحده. شوفي انا بس اقول لك شغله، انا من ناحيتي انا كمان كانوا اهلي كانوا اول ما بلش كانوا رافضين رفض تام موضوع السوشيال ميديا، وانه شايفين انه اللي عم بسويه غباء. تمام؟ وصلت لمرحله انه انا خلاص بدي اسوي اللي بدي اياه، لانه انا شايف انه هذا الشيء انا كثير حابه فعملته، واهلي كانوا رافضين وضدي كليا بس عملته وسكر مخي، لان شايف انه انا هذا الشيء حيكون معي تمام فعملته. وبعد ولا كيف ضحكت موضوعي ولا مر سوري شلطني. هم بالاخير اهلي اقتنعوا وصاروا حابين الموضوع بعد ما شافوا انه انا صح، يعني بعد ما اقنعتهم انه هذا الشيء اللي انا عم بعمله انا حابه وانا يعني برو حنجح فيه. قارب زورق والله، شو زورق. زورق في السماء. فانت لو انت حاسه انه هذا الشيء عن جد انه حتنجحي فيه، ولو خايفه عادي كملي فيه عادي، الخوف شيء طبيعي، بس اذا حاسه انه عن جد هذا حيفيدك وما حيضرك سويه، وبعدين اهلك بيقتنعوا انه هذا الشيء اللي انت بتعمليه صح، بس هن ما راح يقتنعوا بالحكي غير بالفعل. فاشتغلي على حالك واقنعيهم. لا انا جدي كثير، انا مش انا بدي اضربك. السؤال اللي بعده، شو اكثر شيء حبيتوه في امريكا؟ حبيته بس شو حبيتوه؟ نشيط. حبيتني انا؟ ما تحبني في دبي تحبني في امريكا؟ ولك لا، شو اكثر شيء انت حبيته؟ لا مش الجواب نشيط. لا مو يا تخيل يكون احلى شيء حبيته نشيط، ما برجع بجي. مو انت شو اكثر شيء حبيته؟ انا صراحه في انهايم اكثر شيء اكيد والت ديزني. بشكل عام بشكل عام ديزني لاند. لكن في امريكا اكيد السماء فيها تحسها غريبه، الالوان هني الكاميرا تحب الالوان في يس. امريكا. طب شو اكثر شيء ما حبيته؟ اكثر شيء ما حبيت تحسهم نظاميين بس مش نظاميين في نفس الوقت، تحس ان عندهم قوانين بس مو كلهم يمشون على القوانين، ومو كلهم ما يمشون على القوانين انت تضيع. صح. يعني احنا كل يوم كذا في الكونفنشن، يوم يقولون لك روح يمين، اليوم الثاني يقول لك يسار، صح. اليوم الثالث يقول لك روح من النص. صح. انت ثار اكثر شيء حبيته واكثر شيء ما حبيته. اكثر شيء حبيته نظافه الشوارع. اكثر شيء ما حبيته الطوابير. طوابير. صح والله روح على الحمام بدك طابور، على الكافتيريا بالمطار طابور. لك حتى انا وانت بالغرفه لك بدي ادخل على الحمام اليوم الصبح، يلا يا غيث طابور حسيته. يعني حتى بغرفتي في طابور، دائما في طوابير. انا اكثر شيء حبيته الجو عن جد، الالوان مثل ما النشيط تحسها هيك انه الالوان عن جد الوان، يعني واضح الوان، الجو صافي. اكثر شيء ما حبيته الناس روبوتاته ماشي انه كله خايف من حاله، فهمتوا؟ وروبوتات الناس تحس انه خلص اذا بتقول له امشي هيك بضل ماشي هيك، ان شاء الله مين ما يجي قدامه ما في، خلص هيك ماشي. وشغله ثالثه واللي هي اهم، الاكل. What? Come again? Earthquake. جماعه صار زلزال هاد ولا مش زلزال؟ انا اللي حسيت فيه حلو. فكرت في شاحنه فاتت بالمول، هز السقف، هزت الدنيا كلها. انت انا ما استوعبت. انا سمعت صوت صريخ، طلعت مشان اشوف مين. ليك الناس عايشه عادي ولك صار زلزال يا بشر.
يا بني ادمين ايرثكويك يا شباب. Oh yeah, the last time Los Angeles had a bigger earthquake was in 1994. It was in. But it's not the same as this one. Right? No, This no. is nothing. No, this was nothing. This is nothing. The other one was like maybe almost like a minute long. 1994 1994. Yeah. 1994 صار زلزال، بس انه هذاك كان اول كثير. هذا قال ولا شيء بالنسبه لهم، بس حياة امي حسيت انه طياره فاتت في المول. حياة الله ما استوعبت انه زلزال، بعدين شفت البشر عم يركضوا، بعدين استوعبوا انه زلزال يعني، كملوا عادي اشياء طبيعيه. وحياة الله مش مصدق، اول مره بحياتي زلزال هزت الدنيا فيني. شفت محمد رمضان كان بغني زلزال معلم عم هز المول. سجرة على الصلاة. المهم شعور مش طبيعي. بتعرفون كنا نحن والله بالضبط كنا على هالجسر، تمام؟ كنا هونيك عند اخر مربع هونيك، تمام؟ فوق في النص بالمطعم اللي صورت لكم عليه، اللي صورت لكم فيه. فكان الهز هون يعني حسينا فيه ممتاز، يعني كان نار. الاوتو 4.6 ولا هيك شيء مش طبيعي. نشيط حسيت بالزلزال. بس لحظة ثانية واحدة. في عيد اسكر يعني الستوري. لا شغل ما فهمت عليه، بس اوكي شو دخل امي انا في الشغل تبعه.